اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقتنا الخاصة لعمل احلى بيتزا بالسجق، ودي المقادير وطريقة عمل عجينة البيتزا الممتازة والهشة والطرية هسيبها لكم في رابط اسفل الفيديو، وطريقة عمل صوص البيتزا برضو هسيبه لكم في رابط اسفل الفيديو. اول حاجة هنجيب السجق حوالي ربع كيلو، هنبتدي نحمره في سمنة او زيت او زبدة على حسب الرغبة لغاية ما يشد معانا، وبعد كده نقطعه. وبعد كده عندنا الجبنة، وعندنا حلقات من الفلفل الألوان والزيتون مقطعينهم، ودي صلصة الطماطم وطريقة عملها أسفل الفيديو في رابط. ودلوقتي ده السجق بعد ما قطعناه، أهم حاجة نحمره في الزيت أو السمنة وبعدين نقطعه صغير بالشكل ده. وبعد كده عندنا العجينة، هي هشة جدا وطرية جدا، هنبتدي نفردها عادي بإيدينا بشكل دائري بالشكل ده. في ناس بتحب سمكها يكون تخين أو رفيع، كل واحد وعلى حسب رغبته. وبعد كده هنبتدي نحط صوص الطماطم عليها ونفرده بشكل دائري، ممكن كتير او قليل كل واحد على حسب رغبته بالشكل ده. هنبتدي نحط عليهم قطع الجبنة الشيدر من تحت، وبعد كده نحط شرايح الفلفل الالوان مع الزيتون، وبعد كده نحط عليهم السجق بتاعنا بالشكل ده. وبعدين من على الوش هنحط الموتزاريلا بتاعتنا وعليها قطع الشيدر برضو، ممكن اي نوع جبنة انتوا تحبوه. وندخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من تلت ساعة لنص ساعة. وما ننساش ان احنا هندخلها في الفرن على الرف الاوسط، مش فوق ولا تحت، في الرف الاوسط. وبعد كده دي بتكون شكلها في النهاية بعد ما خرجت من الفرن. هنبتدي نقطعها، ممكن 4 قطع او 6 او 8، كل واحد ورغبته. واتمنى حضراتكم تجربوها، وهي جميلة جدا. وانتظروا المزيد من الفيديوهات على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة امام حضراتكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.